المؤلفات الفريدة، المنظر، المفكر، الفيلسوف، رئيس قائمة حركة النهضة لدائرة تونس واحد، الدكتور أبو يعرب المرزوقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وقائد المستضعفين رسوله الكريم. إن شباب تونس فتية وفتيات قد حققوا معجزة مكنت كل المخلصين لهذا الوطن عامة وكل المخلصين المنتسبين إلى حركة النهضة خاصة من أن يتصلوا اتصالا مباشرا وحرا وسويا بكل المواطنين والمواطنات حيثما أقاموا. أريد اليوم أن أحدثكم عما حصل لي في هذه التجربة التي أنا مدين بها لحركة النهضة التي قبلت أن أكون ضمن قائمتها لتونس الأولى مع المحافظة على كل استقلال الفكري. أريد أن أحدثكم عما حصل لي في هذه التجربة التي بدأتها بافتراض سؤال طرحه علي صحفي ناقد، وأريد اليوم أن أستأنفها بتهمة يلقيها على آذان الشعب التونسي سياسي حاقد ومثقف جاحد ومشكك متكاسل وقاعد. كل أولئك الذين كانوا يحولون دون تونس وأبنائها الخلص لكي يبحثوا معها في شؤونها الأساسية التي يمكن أن نقول إنها ليست شؤونا سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية فقط، بل هي كل ذلك، ولكن أصلها هو أزمة روحية تعيشها الأمة كلها، الأمة في وطننا تونس وفي غيره من الأوطان الأخرى من كامل الأرض العربية والإسلامية. هذه الأزمة هي التي تجعلنا ندرك أن سلوك النهضة في علاجها جعلها تجيب الصحفي الناقد بقلب مفتوح وترد على السياسي الحاقد بالقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذلك أننا لا نعتقد أنه يوجد تونسي عدو لنا. أعداؤنا ليس البشر وإنما الأمراض التي شوهت بشرية البشر. ويمكن أن أرد هذه الأمراض إلى مرضين اثنين. أحدهما حاولت حركة الإصلاح أن تصلح ما نتج عنه من شوائب شابت قيم الحضارة العربية الإسلامية خلال عصور الانحطاط. والثاني
أعشاب قيم الحداثة من شوائب نتجت عن توظيفها الاستعماري، لأن قيم الحداثة لم تبقى قيما إنسانية بسبب الاستعمار، بل تحولت إلى ما يسمى الرسالة التحضيرية، أي معاملة لسنتيشان كأنهم حيوان.